يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى جايبه لكم، بصوا بقى، أكلة ولا يا ولا. يعني بصوا بقى، هتعجبكم جدا. أول حاجة جبت الدقيق وحطيته في العجانة، وحطيت رشتين ملح، وحطيت بيكنج باودر، وحطيت خميرة عشان أعمل العجينة بتاعتي، والزيت طبعا. هي حاجة سهلة جدا مفيهاش أي افتكاسة، دقيق، ملح، بيكنج باودر، ضروري البيكنج باودر عشان يعلي معايا، والخميرة ورشة ملح. انا هعمل ايه بقى بالوصفة ديت؟ هعمل البرجر البيتزا، برجر البيتزا. هتشوفوه دلوقتي، كان حاجة كده سندوتش يعني جميل جدا وبيتباع في المحلات. انتي تقدري تعمليه في البيت بأبسط الطرق يعني. هنا هو خلاص كانت العجينة خمرت مني، فحاولت ان انا هقسمها بقى كور كده صغيرة. طبعا لو انتي ما عندكيش عجانة اعجني فيها لحد ما تبقى حلوة كده معاكي، ما تبقاش ناشفة، لازم تكون ايه، طرية. والبيكنج باودر لازم كيس حلو كده. انا حطيت كيلو دقيق لان انا كنت عايزة، عملت نص العجينة للبيتزا البرجر دي، والنص العجينة التاني فرزته. عادي على فكرة، لما تفرزي العجين وتحطيه في الفريزر هتطلعيه يفك شوية، هيبقوا زيه زي كأنه لسه مخبوز. هنا بقى خدت كل كورة، قسمت الكور على 8 كور، وخدت كورة فردتها زي ما انتم شايفين، دايرة صغنونة، دايرة صغنونة. اهم حاجة في الوصفة دي التخمير، ان انتي تسيبي الحاجة تتخمر براحتها قوي 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 قوي. اولا العجينة تتخمر كلها على بعضها، وبعد كده الكور اللي انتي بتفرديها لازم تكون كور متساوية، الدوائر بتاعتها متساوية وعلى حسب الحجم اللي انتي عايزاه. فطبعا لو انت عايزه تعمليها رفيعه، لا، ما انصحكيش اعمليها، بصي يعني سميكه سنه صغننه. تمام. بعد ما خلصتها وفردتها دواير، رحت حاطه عليها مغطياها، سبتها تتخمر تاني. يعني انا برضو زي كاني هعمل ميني بيتزا صغنونه، سبتها تتخمر لتاني مره. وفي الوقت ده طبعا طلعت الهمبرجر، وقلت ان انا هحمر الهمبرجر بتاعي. حاجة انت بقى ممكن تحشي بدل الهمبرجر، ممكن تعملي شاورمة فراخ. تجيبي الفراخ البانيه وتقطعيها وتتبليها بالزبادي وبالبهارات السوري، وبعد كده تروحي حطاها في الساندوتش، كأنك برضو عاملة اللي هي الشاورما السوري ديت، بس تبقى في الهمبرجر بتاعها. تمام. هنا حمرت خلاص الهمبرجر. هنا هعمل الصلصة بتاعة البيتزا. جبت معلقتين صلصة، تمام، وهحط عليها حبة كاتشب، وهحط فلفل اسود. ولو عايزة تعملي انت الصلصة لوحدها، صلصة بيتزا لوحدها، اعمليها مفيش مشكلة. وحطيت زعتر. الزعتر طبعا هيديلها طعم حلو قوي. بس لو انت عايزه حاجه كده سريعه، اهو زي ما انت شايفه، معلقتين صلصه من غير اي ميه ولا اي حاجه، وعليهم حبه كاتشب وملح وفلفل، وممكن تحطي بودره بصل وبودره ثوم وزعتر وخلاص. هنا طبعا العجينه خمرت معايا، بقت جميله. بصوا حتى انا بنغزها اهو من ال ايه، انا قصده طبعا ان انا اعمل الحروف كده على اساس انها تبقى زيها زي البيتزا بقى، فتشوفي انها خمرت اهي جميلة. عشان كده بقولك اهم حاجة انك انتي تخمري العجينة كويس قوي 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 معاكي. تمام. زي ما انت شايفة هنا اهو خلاص بدأت ان انا هعمل فيه 4. 4 اعملهم كده بالحروف، بحيث يبقى لها حرف كده ايه البيتزا كده ايه، يعني اللي هي الطبقة اللي فوق زيها زي البيتزا. يعني الحرف اللي تحت او الجزء اللي تحت هتشوفي معايا دلوقتي، اللي هو اللي انا بخرمه ده، ما عملتش غير حاجة بسيطة خالص زي ما انت شايفة، بس ركزت في ال4 الاولانيين. ساندوتش كان خرافة بجد. انتي مش عارفة بتاكلي همبرجر ولا بتاكلي بيتزا ولا ما بتاكليش، الدماغ تجيلها جلطة. يعني ساندوتش تاكليه من هنا انتي مش موجودة، انتي مسافرة في حتة تانية، رايحة في سكة تانية خالص. تمام. بدأت افرد بقى الصلصة بتاعة البيتزا بتاعتي. وتنسيش بقى تعملي لايك وانتي بتتفرجي كده، يعني حاولوا حركوا القناة شوية يا جماعة، علشان خلاص بقى يعني كده. تمام. هفرد بقى الصلصة بتاعتي. حلاوتها بقى ان هي ايه، الصلصة هتبقى تقيلة، هتبقى حلوة برضو، هتشوفوا في الاخر هيبقى لونها عامل ازاي.
يعني حاولي بقدر الامكان، خلي بالكم والله هتاخدي ثواب على انك انتي بتبدعي في بيتك وبتعملي حاجة تبسطي بيها بيتك وتبسطي بيها عيالك. هتاخدي ثواب طبعا. ووقفتك ديت يعني الحاجة دي انا كنت بعملها في الصيام، فلك ان تتخيلي بقى يعني انا كنت ايه يعني. الحمد لله. جبت بقى لحشوة البسطرمة هحشي، خدي بالك معايا، هحشي 4 بس من فوق لان كل واحد فينا هياخد ساندوتش. فانا حشيت الاربع، يعني الاربعة اللي انا عملتهم في الاول بطروف كده ايه، تخينة بسطرمة. عندك حشوة فراخ حطي، بس تحطي نصيحة حاجة بسيطة، ما تزوديش الحشو قوي. فحطيت بسطرمة فوق اللي هو الجزء اللي هيبقى فوق ان شاء الله، والباقي عارفين ايه وزعت عليه كده 1 2 3، لان كده كده هيبقى عليه همبرجر. تمام. وبدأت احط الطماطم برضو، ما كترتش، حطيت طماطم على الكتير على ال4 اللي هم هيبقوا فوق. تمام. يعني انا من الاخر هعمل ساندوتش همبرجر بالبيتزا، هتبقى الطبقة اللي تحت بيتزا وطبقة الساندوتش اللي فوق بيتزا برضو نفس الحكاية. تمام. وحطيت بقى الموتزاريلا بتاعتي كده يمين وشمال زي ما انت شايفة اهو، علشان تبقى حاجة كده يعني جميلة. تمام. وبدأت اهو خلاص خلصت ان انا بوزع كده، ما حطيتش موتزاريلا طبعا ايه، ما حاولتش ازود برضو في الجزء اللي تحت في الساندوتش من تحت، علشان الحشو بتاعي كده كده هحط حشو. وحطيت فلفل برضو زي ما انت شايفة كده، على اساس ان انت بقى ايه اللي فوق ده يبقى هو اللي متطعم بطعم البيتزا وبشكلها. هنحطها في الفرن. شوفي انت فرنك على قد ايه. بصي هنا بقى طلعتها، يعني ما تخليهاش حامية قوي ولا برد، يعني في نص نص. بصي دي الطبقة اللي فوق اهي، بصي اللي عليها موتزاريلا، والطبقة اللي تحت برضو اللي هي عليها حاجات بسيطة خالص من الحشو. فحطيت الهمبرجر بتاعي. تمام. وحطيت الطماطمايه، وهحط الفلفلايه، وهحط الفلفلايه تاني، وهحط الخصايه، وكاتشباتك بقى وصوصاتك الجميله الاموره، واديها كده. وحطي بقى كاتشب، حطي باربيكيو، بابريكا بقولك، حطي مايونيز، بصي دلعي روحك زي ما انت شايفه كده. كان عندي صوص جبنه برضو، صوص جبنه رحت حطاه. كان سندوتش ناسف وهو اللي هو اسمه مستردة دي. انتي تاكلي السندوتش ده وخلاص، يعني انتي كل سنة وانت طيبة. ونقفل بقى السندوتش ويلا بينا وكلي وتمتعي. كان شكله حلو قوي. بصي الموتزاريلا نازلة على الجناب ازاي، كان شكله حلو قوي وطعمه اجمل خالص قوي 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 قوي. اتمنى يا رب الوصفة تعجبك وتعمليها لولادك وتعمليها لنفسك كده. هني نفسك وهني قلبك كده وهني معدتك. وكل سنة وانتم طيبين. كان سندوتش تحفة. ما تنسيش بقى تعملي لايك، ولو لسه مش عندي تعالي يا ست الحاجة ان شاء الله بإذن الله اللي جاية احلى. اشوفك الفيديو الجاي على خير. سلام.